ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشارككم روتين يوم الجمعة في رمضان. حبينا ان اليوم ده يكون مميز ونعمل كمان تحضيرات كده للعيد. فالنهارده هنرتب مع بعض الدولاب وهنرتب لبس العيد، هنرتب التسريحة والأدراج، وكمان هناخدكم معانا في أجواء سحور جديدة مختلفة، وهنعمل مع بعض وصفة حلوة جديدة. فيلا بينا نبدأ. صباح الخير. من يوم الجمعة صحينا وفتحنا الشباك علشان الشمس كده تدخل في الأوضة ونحس بنشاط، وبعدين صلينا الظهر وقرينا سورة الكهف، وكمان قرأنا نص جزء من القرآن. احنا بنقسم الجزء خلال اليوم على مرتين، وشغلنا قرآن وقررنا بقى نبدأ في ترتيب الأوضة. فأول حاجة طبعا بنبدأ بيها دايما هي ترتيب السراير، علشان هي اللي بتدي روقان كده للأوضة. فبدأنا ان احنا نرتب السراير ونغير الملايات ونحط ملايات جديدة. وعايزاكم تسمعوا شوية من الهدوء اللي كان في الأجواء الصباحية بتاعة يوم الجمعة. ويلا بينا بقى نرتب التسريحة، بس دي مش اي ترتيبة، دي ترتيبة التسريحة للعيد. طبعا اكيد التسريحة هتتبهدل لحد العيد، بس هي اقصى حاجة بنعملها ان احنا بنلمع التسريحة وبنرجع تاني الحاجة عليها. بس دلوقتي احنا هنرتب منتجات العيد بقى ونرتب الادراج والحاجات دي. فانا اول حاجة بدأت بيها هي التسريحة من فوق. بدأت ان انا المع المرايات ولمعت التسريحة نفسها، وبعدين بقى المنظم ده بجد بيرتب التسريحة كلها، لان هو دورين فوق بعض، فبيحس ان هو بيوفر مساحة كتير جدا. فبدأت بقى ان انا احط فيه المنتجات، وفي حاجات تانية بتتبقى بحطها بره، لان مش يعني طولها اطول من المنظم بكتير، يعني مش بتيجي فيه. ولو في اي حاجه انا جايباها جديده للعيد ببدا بقى ان انا افتحها كده واطلعها من الكراتين بتاعتها وارتبها برده على التسريح. وكده خلصنا المنظم ده. حاولت ان انا فوق احط الحاجات اللي ليها علاقه بالسكين كير، وتحت احط الحاجات بقى اللي ليها علاقه اكتر بالشاور والبودي كير والهير كير. وزي ما قلت لكم في منتجات ارتفاعها مش مناسب لارتفاع المنظم، فدول حطيتهم على التسريحه من بره عادي. وكنت جايبه فرش جديده للميك اب علشان العيد. انا كنت جايبه يعني طقم كده فيه 12 فرشه، لان انا كنت ناويه اغير الفرش اللي عندي. لو انتوا الفرش بتاعتكم مرات استخدامكم ليها ما كانش كتير، او لسه جايبينها من فتره قريبه، عادي طبعا ممكن تغسلوهم وبعدين عادي ترجعوهم في المنظم بتاعهم. وانا عموما هسيب لكم طريقه غسل الفرش والبيوتي بلندرز، كانت في الفيديو بتاع السنه اللي فاتت تحت في صندوق الوصف. بس انا بحب اغيرهم كده من كل فتره للتانيه. وطلعت فرشتين من بتوع تسريح الحواجب، وبسيب العلبه بقى في الدرج. لما احس ان الفرشتين دول خلاص بطلع غيرهم. ودلوقتي بقى المنظم ده حطيت فيه الارواج والماسكارا والكونسيلر. وده كده الشكل النهائي للتسريحه. واللي مخلي التسريحه شكلها رايق ان المنظم دورين، فكانه واخد دبل المنتجات فوق بعض، فدي بجد حاجه بتوفر جدا في المساحه. ودلوقتي بقى هنرتب مع بعض الادراج. انا اخدت الدرج وقعدت بيه على السرير علشان مش هقدر اكون واقفه كل ده. بحب بقى افرز الدرج بضمير، يعني اشوف فعلا ايه الحاجات اللي بقالنا كتير ما استخدمناهاش عشان اطلعها تكون قدامنا ونستخدمها. كمان ما تنسوش تبصوا على تاريخ الانتهاء بتاع اي حاجه عندكم، وتكونوا عارفين الحاجه دي تاريخ انتهائها امتى، علشان ممكن تفضلوا تستخدموها وما تاخدوش بالكم من التواريخ، فلازم تكونوا واخدين بالكم من الموضوع ده. فبعد ما بفضي الدرج وبلمع الدرج كويس ببدا بقى ان انا افرش فيه مفارش الادراج. انا كنت جايبه مفارش جديده، دي بتتباع عند اي حد بيبيع ادوات منزليه عموما. هو بيجي زي رول كده، فانا قصيت منه بمقاس الدرج وحطيته زي ما انتم شايفين، بيدي شكل بجد حلو قوي للدرج. ويلا بينا دلوقتي نبدا في التنظيم. اول حاجه بالنسبه للبيوتي بلندرز واي حاجه عموما بنستخدمها للميك اب، شفت ايه اللي ينفع منها او اللي حسيته لسه جديد ما استخدمناهوش كتير، وغسلته بنفس الطريقه برضو بتاعه الفيديو بتاع السنه اللي فاتت. واهم حاجه طبعا ان انا انشفهم كويس قبل ما احطهم في الدرج، فعلشان كده انا سبتهم بره على مناديل. وحطيت البيوتي بلندرز اللي انا كنت شارياهم جداد، دي كانت علبه كده كان فيها حاجات متنوعه فحطيتها. وانا بستخدم علب كده في التنظيم بجيبها من عند اي حد بيبيع ادوات منزليه. فالعلبه التانية حطيت فيها الميك اب كله، والعلبه الثالثه حطيت فيها مانيكير. والدرج ده بالنسبه لي بيكون الدرج بتاعي المفضل، لان انا بحط فيه الحاجات بقى اللي احنا هنستخدمها للعيد، من ماسكات بقى وحاجات للبشره والشعر وكده. فحطيت الماسكات اللي هي بتاعه العيد، سواء الشيت ماسك او الماسكات التانية، وكمان حطيت البنيهات اللي هي بتاعه الشعر اللي احنا بنستخدمها بعد حمامات الزيوت. واخيرا الجلوفز السيليكون انضم للشراب السيليكون. كان نفسي الشراب يكون بينك بس عادي يعني لونه اسود. ودرج التوك برضو فرشت له مفرش جديد، ورتبت بقى فيه الحاجات بتاعه الشعر عموما، وحطيت فيه علبه الاكسسوارات لان ما كانش ليها مكان في الدرج اللي تحت. ده بالنسبه لنا الدرج الاول، والدرج اللي هو اللي احنا رتبناه الاول ده الدرج التاني. فانا مش عارفه انا ليه عكستلكم. المهم بقى صليت العصر، والصراحه خفت ما خلصتش ترتيب الاوضه قبل المغرب، وخفت خطوه المعطر ما تجيش، فقلت اضمنها وارش معطر وبعدين هرجع اكمل ترويق عادي. دلوقتي يلا نرتب الدولاب. وانا بحب ارتبه بترتيب الالوان، فعلشان كده شلت كل حاجه من الدولاب وهرتبه من الاول. هاي، طبعا انا بساعد من ورا الكاميرا مساعدات خفيفه كده، يعني شويه لبس محتاجين يتعلقوا على الشماعه. لبس العيد كمان كان محتاج يترتب، فحطيناه على الشماعات. ودلوقتي هنعلقه على الدولاب، اهو نحطه في الدولاب. ايه هنعلقه على الدولاب. هنحطه في الدولاب. فيلا بينا بقى نبدا نرتب. هبه بتقول ان هي عايزه ترتب بتدريج الالوان. انا اصلا اللي خلاني شلت الدولاب كله ان انا متعصبه ان كل لون في حته. فانا اصلا بحب قوي الشكل بتاع تدريج الالوان كده، من الغامق للافتح للافتح. فانا دلوقتي هبدا اساعد من ورا الكاميرا كده، هي تاخد مني وترتب بقى هي ايه بعقلية الالوان، فكرها الملون الخاص. فيلا بينا. يلا.
وانا بحب مثلا كل اللبس اللي لونه اسود يكون جنب بعض، البني جنب بعض، ومش بكتفي بكده بس كمان انا بحب بقى ارتبهم على حسب الدرجات من الاغمق خالص للافتح. فببدا بالاسود عشان هو اغمق لون، وبعد ما حطيت الحاجات الاسود جنب بعضها بحط كل الحاجات البني النبيتي. بعدين بقى بدات عادي في الوان اللي هي الوان الطيف السبعه العاديه، اللي هو احمر، برتقاني، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. ما كانش عندنا حاجه برتقاني، ما اعتقدش حطيت حاجه برتقاني، بس يعني هو ده الترتيب عموما. وفي الاخر خالص حطيت البينك، وفي الاخر بقى خالص خالص بنحط الابيض تاني. فكده بقى ترتيب الالوان في الدولاب متدرج من اول الاسود لحد الابيض، وفي النص بقى الالوان برضو مترتبه. ده بيخلينا نشوف الحاجه بشكل احسن بكتير. ومثلا لو في يوم عايزين البس انا وايه لون بعض، فالالوان كلها موجوده جنب بعض. دلوقتي هرتب الرف بتاع الشنط. فاول حاجه خالص بحط فريده اللي هو معطر الاسطح ده، يعني بمسح بيه كده اي اسطح عموما، فمسحت بيه الرف. وبعدين اي شنطه بحطها ببدا ان انا المعها الاول بالوايبس، وبحط السلسله بتاعتها جوه علشان ده بيحافظ اكتر على السلسله، وكمان بيدي شكل في الاخر اروق للدولاب. والشنط انا ما رتبتهاش حسب الالوان، انا رتبتها يعني عادي، ترتيب عادي. فالمهم كده خلصت اهو الشنط، وده كده بقى شكلها النهائي. بجد بقت مترتبه كده وشكلها رايق. وعايزه اقول لكم على حاجه حلوه جدا بخصوص الكوتشيات. لو انتوا بتحطوا الكوتشيات بتاعتكم في الدولاب او حتى في اي مكان يعني عموما، والكوتشيات بتكون فوق بعضها علشان الكوتشيات ما تتبهدلش، حطوا في كل كوتشي من تحت الاكياس دي بتتباع عند اي حد يعني بيبيع ادوات منزليه. هي اصلا المفروض اللي بنغطي بيها الاطباق بتاعه الاكل، بس انا لقيت ان هي تنفع كده عادي. ببدا ان انا احطها في الكوتشي من تحت، وده بيخليني ان انا احط كذا كوتشي فوق بعض من غير ما الدولاب نفسه يتبهدل، ومن غير ما كل كوتشي يبهدل التاني. فعملت كل الكوتشيات بنفس الطريقه ورتبتها بقى عادي في المكان بتاعها. ودلوقتي هنرتب الدرج بتاع الشرابات. ما حبيتش ارتبهم كده بطريقه عاديه، لقيت طريقه كده ان احنا نعملهم كده بنلفهم على بعض، وبعدين بناخد النهايه بتاعتهم ونبدا بقى ان احنا نثبت بيها كده الشراب. فده بيخليه باين يعني، لان انا اصلا بهتم قوي بالوان الشرابات مع كل طقم. واكتشفت ان انا في الوان شرابات كتيره جدا محتاجاها، وانا بحب اركز في الموضوع ده، مش عارفه ليه، بس يعني بحس ان انا لما اكون لابسه الشراب نفس لون الطقم بتكون حاجه بتبسطني انا من جوه، يعني محدش شايف الشراب بس انا ببقى مبسوطه من جوه. وكمان حطيت بقى الاحزمه جنب الشرابات هنا كده. فكده ده بقى شكل الضرفه دي كده كلها. طبعا الضرفه التانية اللي هي فيها البيجامات وكده، يعني انا قلت هرتبها وقت تاني، لان اصلا خلاص الكلام ده كان قبل الفطار بجد على طول، فما لحقتش بقى ان انا اعمل الضرفه التانية، يعني عادي هبقى اعملها وقت تاني. هنا برضو رتبت البناطيل بنفس تدرج الالوان، وتحت هنا الشنط. وخلاص بقى المغرب كان هيأذن زي ما انتم شايفين كده، يعني الجو خلاص بدأ ان هو كان هيضلم. فروحنا علشان نحضر الفطار. ومش عارفه ليه الصراحه اكله السمك مهدور حقها في رمضان، يعني في ناس بتفكر ان لا ما ينفعش نعمل سمك في رمضان، بس بجد احنا بنعشق اكله السمك. فقلنا نغير كده ونفصل وناكل النهارده سمك. ويا جماعه النهارده كنا عاملين تمر هندي، وانا من عشاق التمر الهندي والسمك، فالنهارده اليوم ده كان يومي، يعني انا كنت مبسوطه جدا. وطبعا عملنا زي ما بنعمل على طول، ان احنا الاول بناكل الخشاف وبعدين بنروح نصلي ونرجع بقى عادي نكمل الاكل بتاعنا. وطبعا اكيد كنا بنتفرج على رامز يعني، او بنسمع رامز لحد ما بنخلص اكل وبنروح نتفرج عليه. ودلوقتي يلا بينا نعمل حاجه حلوه. انا بقول ناكل البسكوت بقى وايه وندخل بقى خلاص. والله كوبايه شاي كوبايه كده. شاي كده دفى كده وخلاص. مكونات الحلا: بسكوت شاي اهو، اي نوع انتوا بتحبوه، وحبه حاجات بقى دلوقتي هنعمل بيهم الكريمه اللي هتتحط. احنا عايزين نعمل حاجه سريعه جدا جدا، لان احنا ما لحقناش نعمل حاجه قبل الفطار، فما فيش حاجه بقى تتحط في التلاجة كتير بقى وكده، يعني عايزين حاجه كده ايه نعملها ويعني نحطها في التلاجة يا دوب كده ساعه ولا حاجه وناكلها. علشان نعمل الكريمه هنجيب طبق هنحط فيه كيس كريم شانتيه، ومعاه كيس من بودره الكريم كراميل، وحطينا عليهم معلقه كبيره من القشطه و3 معالق صغيره من اللبن الباودر، ومعاهم كيس من الفانيليا. وبعدين بقى بدانا ان احنا نزود لبن، حطينا تقريبا كوبايه او على حسب برضو ما القوام معاكم يعني تشوفوا شكله عامل ازاي. احنا حبينا ان القوام يكون خفيف شويه مش تقيل قوي. فالمهم قعدنا نعملهم كده بالمضرب الكهربائي لحد ما حسينا ان القوام اتظبط والكريم شانتيه تقل. الكريمه احنا وصلناها كده للقوام ده، ان هي تكون خفيفه كده شويه عشان واحنا بقى بناكلها كده تبقى جوسي. اي قالت لي تبقى جوسي. وخطواته بسيطه جدا. بنجيب بسكوت وبنبدا ان احنا نغمسه في اللبن 5 ثواني كده بس، وبعدين بنبدا بقى ان احنا نحطه في الطبق او الصينيه اللي احنا هنعمل فيها عادي. وبنعمل الاول طبقه بسكوت وبعدين طبقه كريمه، طبقه بسكوت، طبقه كريمه، وممكن تضيفوا برضو اي حشو عليه انتوا حابينها في النص او فاكهه مثلا. ايه قالت لي ان احنا لازم ندفي اللبن علشان البسكوت يدوب. عملنا اول طبقه هنحط عليها كريمه، بس بندفي اللبن علشان فعلا البسكوت يبوظ شويه. بعد اول طبقه بسكوت بقى حطينا كريمه، وبعدين بقى بنفضل نكمل كده بنفس التسلسل ده. وممكن اصلا تستخدموا البسكوت بالشوكولاته لو انتوا بتحبوه، وتعملوا شوكولاته كده تسيحوها وتحطوها برضو على الكريمه دي فتبقى بالشوكولاته، فتتحول ان هي كلها تكون بالشوكولاته بدل ان هي تكون يعني بالكريمه او بالفانيليا. بصوا يا جماعه، اول ما بنبدا نصور البسكوت بيقول وربنا ما انا نازل. هنا الميزه بقى بتاعت البسكوت المكسر، عشان لما تفتحوا البسكوت تلاقوه مكسر ما تزعلوش، بنعمل بيه الفراغات اللي هي بتبقى في النص، فده بجد مهم. وممكن لو مش حابين تعملوها في طبق او في صينيه كبيره ممكن تعملوها في كوبايه صغيره.
هنا بقى حمصنا شويه كنافه، حسينا ان هي كلها يعني جوسي زياده عن اللزوم، فدي هتديها قرمشه كده فهتبقى حلوه قوي. اكيد طبعا ممكن تستغنوا عن الخطوه دي بتاعه الكنافه، بس هو رمضان وقرمشه. بصوا يا جماعه احنا لازم نحط التاتش بتاعنا، يعني مش هنبقى قاعدين مستريحين من غير ما نحط التاتش بتاعنا. احنا حطينا اخر طبقه بسكوت وبعدين كنافه، ودي بقى طبقه الكريمه الاخيره اللي هي هتكون على الوش. ممكن تستغنوا عن خطوه الكنافه دي خالص، بس احنا يعني حسينا ان احنا لازم نضيف التاتش بتاعنا عادي يا جماعه. وبعدين ده كيس الكراميل اللي بيكون جاي اصلا مع الكريم كراميل، فبدانا بقى ان احنا نعمل بيه كده اشكال على شكل دايره. وبعدين بنجيب خله سنان وبنبدا ان احنا نعمل فيها اشكال كده، ان احنا نروح ونيجي كده معاها، فده اللي بيعمل الشكل النهائي ان هو يكون كانها ورده كده. ولو حابين انتوا تبداوا تحطوا بقى اي صوص من عندكم مثلا، او عايزين تحطوا برضو شوكولاته تسيحوها وتحطوها برضو عادي، يعني هي قابله الوصفه دي قابله للابتكار، انا حسيتها كده يعني. فبس كده ده بقى الشكل النهائي، زيناها بس بكريز مع شويه فستق كده مطحون، علشان احنا بنحب لون الفستق جدا لان لونه مميز، يعني مش كتير الحاجات اللي لونها اخضر. وبقول لكم مميز عشان شكل الكريز كده في النص والفستق حواليه عامل كانها ورده، وده فرع الشجر كده بتاع الورده، فبجد كان شكله تحفه. وكمان زيناه بورد، ده ورد قابل للاكل عادي، بس انا حسيت ان هي بقى هتكمل لما نحط كده ورد، كان شكلها تحفه قوي بجد. حطيناها بقى في التلاجة علشان لازم تحط في التلاجة شويه كده عشان تسقع وكل حاجه تاخد من طعم بعض. ورحنا صلينا العشاء، وبعدين دلوقتي بقى هذاكر. انا كان عليا النهارده مذاكره رياضه، فحضرت بقى كتب الرياضه وكشكول الرياضه والاله الحاسبه. بجد الخطوات بتاعت مذاكره الرياضه دي بتكون كتيره قوي. وبعد شويه كده من المذاكره طلعناها بقى من التلاجة، يعني بعد حوالي ساعه او ساعه ونص كده، قلنا علشان بقى يعني ناكلها. فغرفناها وزي ما انتم شايفين بجد شكلها تحفه، تماسكت شويه عن ما هي كانت لسه معموله. وعايزه اقول لكم بجد كل ما بتقعد في التلاجة اكتر، ويعني البسكوت كده يدوب اكتر، كل ما بتحسوا كانها كيكه اصلا مش بسكوت ولا حاجه، يعني اللي هيدوقها هيفكر ان هي كانها كيكه. وهنا بقى كنا بنجربها وبجد كان طعمها حلو جدا جدا، ننصحكم بجد تجربوها. ورحت عشان اكمل بقى مذاكره الرياضه علشان بالليل عندنا سحور، فيلا علشان ناخدكم معانا. هاي، احنا دلوقتي في ميعاد السحور ونازلين علشان نتسحر. حبينا نعمل اجواء كده قبل ما رمضان يخلص، فقلنا ليه ما ننزلش نتسحر بره كنوع من انواع التجديد. فهنجهز معاكم واوريكم هلبس ايه. طبعا الجو بره ساقع جدا، حتى انا كنت ما بحبش الحاجات اللي برقبه وكده، بس انا بجد محتاجه ان انا اكون متدفيه، فده اهم من اي حاجه. انا هحط بس حاجه خفيفه من الكونسيلر علشان الهالات من اول رمضان مش سايباني في حالي. اكيد ده من نظام النوم ان هو بيختلف فجاه، وكمان ان احنا بننام الصبح وبنصحى بالليل والحاجات دي، فعشان كده موضوع شرب الميه في رمضان ده اصعب حاجه بجد. ممكن ده السبب في الهالات، بس بجد صعب والله العظيم. ما بيبقاش ليا خالص نفسي ان انا اشرب ميه، معرفش ازاي، محدش يسالني ازاي. احنا عشان في الشتاء. ايه الوقت المناسب اللي انا اشرب فيه ميه؟ هي بعد الفطار خلاص، اول ما بخلص فطار ببقى عطشانه عايزه اشرب ميه. وممكن يعني اول ما المغرب يأذن ماشي ببقى عايزه اشرب ميه، ومش قوي برضو يعني. بعدين بقى طول اليوم انا ناسيه اصلا حاجه اسمها ميه، بفتكر قبل الفجر اقعد بقى اقول ايه اشرب المحصول بتاعي من الميه، وهو طبعا يعني لازم يتشرب على مدار اليوم. انا مش عارفه احنا لابسين اسود، بس هي اي كوت لازم يبقى تحتيه كده. انا كده كده لسه يعني لسه فانا هلبس الكوت الاسود. انت بقى اسود على اسود. بس انا لابسه بنطلون جينز لونه يعني غامق بس مش اسود. لو كنا في الصيف كنتوا هتلاقوا بقى العبايات بتطير والكفاطين بتطير، الكفتانات بتطير، ونقعد بقى ايه لو انت مع وسط المدينه الجو ساقع قوي يا جماعه. انا حاسه ان انا مكئبه شويه في اللبس، بس بجد انا شرط ان انا انزل ان انا هلبس. عارفه تحطي والله الشال الاحمر. اسمعي بقى كلام اختك بقى مره، انا كنت هاخد الشنطه البرجندي، ما انت حطي الشال الاحمر معايا هنشوف الموضوع اروع. وكملنا بقى ان احنا نجهز. طبعا انا اول ما حطيت الكونسيلر انا كنت احط كونسيلر بس طبعا لازم يتثبت بباودر، بعدين بحس ان شكل عيني لا بقى محتاج يتحدد، فلازم شويه ماسكارا، لازم شويه كحل، بعدين بقى حطيت بلاشر، فعادي بقى يعني قلب بقى ان هو يبقى ميك اب. بس هو عموما الحمد لله كان شكله بسيط يعني ما كانش اوفر. والمهم بقى كده لبست اكسسوارز، انا لبست حلق وكمان لسه هلبس سلسله. واهم حاجه بقى طبعا الجاكيت، انا كمان قفلته علشان يدفيني اكتر، وحطيت الحزام ده كده من النص بيكون جاي معاه. انا ما كنتش بقتنع بالحزام ده خالص مش عارفه ليه، بس بجد طلع شكله بيكون تحفه. فده كده بقى الشكل النهائي بعد كل حاجه، وده برضو الشكل ايوي النهائي. وايه في الاخر نسيت تاخد الشال الاحمر اللي انا قلت لها عليه، فاقول لها بقى هل دي كده حركه مقصوده ولا هي فعلا نسيت، انا مش عارفه. المهم دلوقتي بقى كنا في الطريق علشان نروح نتسحر. احنا لقينا مكان كده في مصر الجديده، يعني حبينا الفايبس كده عنده ان هو معلق اضاءات كتير بقى وكده، فهو ده فعلا التغيير اللي احنا كنا حابين ان احنا نعمله. فروحنا وقعدنا وزي ما انتم شايفين كده كان حوالينا اضاءات بجد من كل مكان. وهنا صاصا بيقول لكم هاي، واحنا كنا بنتكلم بس لاحظنا ان الصوت طبعا مش هيطلع خالص وسط الزحمه، يعني كانت الدنيا زحمه جدا والجو هوا كمان، فما كانش طالع صوت. وهنا كنا بنقول لكم ان الحمد لله ان احنا لبسنا جواكت لان الجو كان ساقعه.
وطلبنا بقى السحور، طبعا سحور مصري اصيل، فول وطعميه وبطاطس وبتنجان واومليت وكل الحاجات الجميله دي. وبدأنا بقى ان احنا ناكل، وطبعا الاكل في الاجواء دي كان حاجة مختلفة يعني. اكيد ده السحور اللي احنا بنعمله كل يوم في البيت، واي بيت مصري بيعمل السحور ده يعني يوميا عادي في البيت. بس هي الفكرة فكرة الاجواء، ان احنا يعني غيرنا جو، ان احنا قاعدين كده مع بعض وبناكل، وفي نفس الوقت الجو يعني انا بالنسبة لي هو كان ساقع، بس انا بحب الهوا كده يعني، نسمة الهوا دي كانت حاجة تحفة. فده التجديد يعني في الموضوع. وهنا كنا خلاص خلصنا اكل، وبنقول لكم ان الحمد لله اكلنا وشبعنا. ودلوقتي بقى رايحين علشان نشرب حاجه، يعني قلنا برضو نشرب حاجه كده بعد الاكل. فعايزين نقول لكم يا جماعه ان الدنيا يعني على قد ما كان المكان اللي احنا بنتسحر فيه زحمه، بس الشوارع نفسها كانت فاضيه، يعني مش عارفه ازاي كده وازاي كده. المهم رحنا مكان كده بيعمل عصاير وكوكتيل وحاجات كده، فجبنا كوكتيل كده ومعاه عصير، بجد كان طعمه حلو قوي. والمهم شربناه بقى او اكلناه، لان هو احنا شربنا بعدين اكلنا، يعني هو فيه الحاجتين. المهم يعني شربناه كده واحنا بقى بنتمشى في الطريق، وجو كده كان هوا، وبجد الاجواء كانت خطيره. روحنا البيت. يويو يويو. واخيرا روحنا، مش واخيرا ان هو يعني كده، والله كان نفسنا نقعد بره يعني. الاجواء تحفه والاكل كان حلو، كل حاجه كانت حلوه، بس الجو تلج، الجو تلج جدا. كويس ان احنا عملنا الحمد حسابنا لله. ولبسنا كده. انا كنت متوقعه ان انا هشوف ناس بقى لابسه عبايات وكده، بس كله لابس مش عارفه جواكت ايه عادي. اللوك اللي احنا فيه اسود وعلى سلسله كده، حاسه اللي هو وهنا الفجر خلاص كان قرب يأذن، فقعدنا قرأنا قرآن لحد ما يأذن، وبعدين اول ما الفجر أذن صلينا ونمنا على طول. وده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، وبس باي.